السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين بقى، احنا النهاردة عندنا يوم جديد وروتين جديد مليان طاقة ونشاط وحيوية. غسيل، ترويق مطبخ، وتجهيز غدا. يلا بينا نشوف المطبخ بتاعنا. كمان ادي المطبخ بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. يعني الدنيا ايه، حاجة كده فاخر من الاخر. هنبدأ بقى روتيننا النهاردة بايه؟ يلا بينا نشوف احنا هنبدأ بايه. بس قبل طبعا ما بنبدأ الفيديو بتاعنا لازم نذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجة طبعا انا بدأت بيها، انا دخلت على الغسيل بتاعي. ليه بقى؟ انا قلت بقى اضرب عصفورين بحجر واحد. اول حاجة اشغل الغسالة، وبعد كده اعمل كل حاجة حوالين الغسالة. انا بقى بدأت الغسيل بتاعي زي ما انتم شايفين اهوت. النهارده كمان كان الجو جميل جدا، واستنهزتها فرصة بقى وشلت الفرش وشلت الستاير وشلت كل حاجة، وقلت اغسلها لاني بصراحة خايفة من الجو اليومين الجايين، لحسن مثلا الدنيا تمطر او كده، وانا متعودة دايما في المطر بالذات او في الشتاء الدنيا لازم اليوم اللي اكون غاسلة فيه الدنيا تمطر فيه. فانا بقى استنهزتها فرصة كده وقلت لا، الجو النهارده جميل. وابتديت بقى ألم بقى كل حاجة، الدفايات والستاير والمناديل اللي على الركنة وعلى الانتريه، وقلت بقى ألم بقى كمان حبة الهدوم، لأن زي ما انتوا عارفين ان الغسالة بتاعتي لسه ما اتصلحتش. وكل ما اتصل على المهندس يقول لي النهاردة بكرة بعده، وزي ما انتوا عارفين يا حبايب قلبي ان الغسالة بتاعتي مش داخل الضمان، يعني خارج الضمان. فطبعا انا ما بجيبش حد من الشركة، هو مهندس كان بيشتغل في الشركة، وانا طبعا متعاملة معاه دايما، اي حاجة بتحصل في الغسالة بتصل عليه، يعني بيجيلي وكده. فانا قلت بقى بداية روتين النهاردة يكون بالغسيل، لان زي ما انتوا عارفين الجو في الشتاء الشمس بتاعته مهما تكون بتبقى طالعة والجو كويس، لكن درجة الحرارة بتاعتها مش بتبقى يعني عالية او بتنشف الهدوم. فانا قلت بقى اول حاجة كده ابدأ بالهدوم، وبعد كده نخش على المطبخ على طول. زي ما انتوا شايفين اهوت، انا بدأت في المطبخ بتاعي. انا جبت معايا كيسين اهوت، ابتديت احط في كيس الاكل طبعا اللي فايض، طبعا بطلعه للحمام لو حبة رز او اي حاجة، او مثلا لقمة عيش او كده. والكيس التاني بدأت ألم فيه الحاجات اللي أنا مش محتاجاها، اللي أنا هرميها عزكم الله في الزبالة. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي، أنا طبعا ابتديت أطلع السلك بتاعي اللي أنا هغسل بيه المواعين. أنا يا حبايبي بجيب السلك ده، مثلا بجيب حسب ما بجيب ربع كيلو، بجيب نص كيلو من السلك. وببتدي بقى أمسكه بالمقص وبقطعه قطع صغيرة على قد الغسلة، يعني بطلع قطعة بقطعة. ما بحبش اجيب السلك واقطعه في المطبخ او كده، لان طبعا بينزل منه فرافيت كده من السلك. فانا زي ما اتعودت دايما بجيبه وبقطعه قطع صغيرة وبستخدم منه على طول. بحطه طبعا برصه في كيس معايا، وبحطه في التربو اللي انا بستعمله بتاع المنظفات والصابون وكده جنبي في المطبخ. زي ما انتوا شايفين اهوت، انا ابتديت بقى الم الاطباق بتاعتي الاول اغسلها. زي ما انتوا عارفين دايما ان انا بحب اغسل الاطباق والمعالق والكوبايات والازايز بالصابون السائل. اما بقى الالومنيا فبجيب لها الصابون اللي هو الاسمر، اغسلها بيه على طول، لان الصابون الاسمر بيدي لمعة للألمونيا وبينضفها وبيخليها حلو. بس انا بقى في للاسف الوقت ده ما كانش عندي، وكنت بعت لينا بنتي للمحل وكده، قلت لها هاتي لي صابون اسمر. فانا بقى قلت بقى الم الاطباق والازايز والكوبايات، امسكها بقى اغسلها الاول كده على ما الصابون الاسمر لينا تجيبه وتيجي. انا بقى مسكت الترابيزه بتاعتي. انا طبعا خلصت الكوبايات والاطباق ورصتها طبعا في الصفايه. ابتديت بقى جبت الترابيزه بتاعتي دي، حطيت عليها حبه من الصابون السائل ومسكتها بقى بالفوطه بتاعتي مسكتها. قلت بقى اديلها تلميعه كده، لاني بقى هبتدي اغسل الازايز بتاعتي واحطها مكانها، واغسل الالومنيا واحطها ارصها على الترابيزه عشان تصفي الميه بتاعتها. زي ما انتم شايفين اهوت، ابتديت اغسل الازايز بتاعتي. انا بقيت زي ما قلت لكم ان انا بملى ميه في الازايز وبحطها جنبي على الحوض. ما كنتش بحط اي ميه في التلاجة، لان لينا بنتي عطشانه يا ماما وبتجري على طول على التلاجة، لو فيها اي ميه ساقعه بتشرب الميه الساقعه وللاسف بتتعب. فانا ما كنتش بحط اي ميه ساقعه في التلاجة خالص. وقلت بقى لينا هي كانت جابت لي الصابون وجت، جبت بقى الصابون كده وابتديت بقى اغسل الالمونيا بتاعتي، لان الصابون ده له لمعه جدا جميله في الالمونيا يا بنات، بتلمع الالمونيا وبتدي لها لمعه حلوه قوي. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي، انا طبعا بغسل الالمونيا بتاعتي وببتدي بقى اصفيها على الترابيزه جنب مني على الحوض.
وبالمناسبة يا حبايب قلبي بحب أشكر كل حبايب قلبي من داخل مصر ومن خارج مصر اللي دخلوا عندي في القناة واشتركوا فيها. بقول لهم ربنا يخليكم ليا ويديمكم اللهم امين دايما نعمة في حياتي. اما بقى اللي لسه ما اشتركوش وبتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي، اتمنى ان انت تنزلي تضغطي على كلمة اشتراك وتفعلي زر الجرس وتضغطي على كلمة الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار يا ست الكل. ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي وما يحرمنيش منكم ابدا، من كلامكم الحلو وتعليقاتكم الحلوة اللي بتشجعني وبتديني طاقة ايجابية وبتفتح نفسي على الشغل، وبتخليني كده عندي نشاط ان انا اعمل كل حاجة احسن واحسن عشانكم. زي ما انتم شايفين اهوت، انا طبعا خلصت غسيل المواعين اهوت، هبتدي بس اغسل الصينية بتاعتي اللي انا بجهز عليها الاكل، وهمسكها اصفيها واحطها مكانها على طول. وهنشوف طبعا احنا النهارده، خليكم معايا لاخر الفيديو، هنشوف احنا هنجهز غدا ايه مع بعض النهارده. انا طبعا هبتدي بقى اغسل الحوض بتاعي، زي ما قلنا دايما نهتم بغسيل الحوض، لان ده احنا بنعمل فيه كل حاجه، يعني بنغسل فيه اطباقنا والكوبايات وكل حاجه احنا بنستعملها. وغير كده وكده ممكن طبعا نجهز الاكل بتاعنا او الخضار بنغسله فيه او كل حاجه. فدايما زي ما قلنا دايما نهتم بغسيل الحوض. هبتدي بقى اشطف الحوض بتاعي كويس جدا. طبعا في الوقت ده يا حبايب قلبي احنا حاطين طبعا الاطباق والمواعين بتاعتنا على الترابيزه عشان تصفي. انا كده بقى خلاص كانت صفت، خلاص مسكتها بقى حطيتها في دولاب المطبخ. وطبعا كالعاده هنبتدي بقى نجيب طبق معانا وهنحط فيه شويه من الصابون السائل وهنبتدي نمسح الترابيزات بتاعتنا كلها. احنا طبعا قبل كده عاملين روتين عميق في المطبخ، بس احنا برضو يعني الامر ما يسلمش من حبة تراب داخلين من الشباك، حاجة وقعت مننا على الترابيزات كده، بنبتدي برضو نلمع الترابيزات بتاعتنا ونعقمها بالمية والصابون السائل. زي ما انتم شايفين اهوت، هنشيل بقى مكان طبعا مكان الالومنيا اللي انا كنت بصفيها بتبقى منزله ميه، مكان الصفايه بتاعت الاطباق والمعالق برضو بتبقى منزله ميه. ببتدي انشف الترابيزات بتاعتي. هبتدي بقى اجي على الجنب التاني من المطبخ، هاخد ثبت الغسيل بقى احطه مكانه. هبتدي بقى كل حاجه احطها مكانها، همسك بقى الترابيزه بتاعتي كده نلمعها تلميعه حلوه، وما ننساش طبعا الطباخ بتاعنا اللي بيطلع معانا في كل فيديو. مسكناه بقى كده لمعناه تلميعه حلوه. وطبعا جينا بقى على باب التلاجة، طبعا لقينا لينا عامله جريمه، يعني كان في طبق عسل في التلاجة وكانت كل شويه تفتح التلاجة وتقفلها. اترنها يعني كانت مبهدله الدنيا، الباب بتاع التلاجة كان عليه عسل. فمسكته بقى كده مسحته، مسكت بقى البوتاجاز بتاعي اديته تلميعه كده. ورق الالومنيوم ده يا بنات انا قلت لكم هجربه، هقول لكم على النتيجه بتاعته، هو جميل جدا بالرغم ان هو السمك بتاعه ضعيف، بس جميل جدا جدا وما بيتاثرش بدرجه الحراره وحلو جدا. انا قلت لكم لو حلو هقول لكم ولو وحش برضه هقول لكم. زي ما انتم شايفين اهوت، ابتديت بقى امسك المطبخ بتاعي المعه تلميعه حلوه. اي ميه بقى نازله مننا اي حاجه بنمسك بقى المطبخ بتاعنا كده ننشفه ونظبطه تحت رجلين زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي. هنعمل ايه بقى تاني؟ هنبتدي بقى في تجهيز الغدا بتاعنا. انا طبعا جبت الرز بتاعي، اول حاجه قلت اغسله ونديله بقى ايه حبه ميه كده ونسيبه يتنقع شويه. هنعمل ايه النهارده يا مولين؟ احنا هنعمل سمك. هنبتدي بقى نعمل التمليحه بتاع السمك او الدقه بتاعه السمك. انا ابتدي طبعا انزل بالخلاط بتاعي بالفلفل والثوم والطماطم وخضره المحشي والليمون. هنبتدي بقى نحط عليها كوبايتين من المية وهنضربها في الخلاط. زي ما قلنا تمليحة السمك بتاخد خبطة ونص في الخلاط، طبعا احنا مش عايزينها تتهري، احنا عايزينها نص ضربة في الخلاط. ابتديت بقى اضرب الخلطة بتاعتي اهوت في الخلاط. هجيب معايا طبق هبتدي احط فيه الخلطة بتاعت السمك. هبتدي اتبلها بايه يا ام لينا؟ بمعلقة من الكمون. وطبعا الملح حسب الرغبة، طبعا في اي حاجة بنقول الملح والسكر حسب الرغبة. كده خلاص خلصنا الدقه بتاعتنا او التمليحه. هنبتدي بقى نعمل السلطه بتاعتنا. زي ما قلت لكم دايما انا بحب اجهز كل حاجه قبل ما بطلع على السطوح وبشوي السمك، يعني يا دوبك بطلع اشوي بقى السمك وبنزل على طول اجهز الغدا، تبقى كل حاجه معايا خلصان. قلت بقى اعمل السلطه بتاعتي كده، طبعا احنا غاسلين الرز بتاعنا وسايبينه يتنقع. قلت اعمل السلطه بتاعتي بقى كده على ما الرز بتاعي يتنقع شويه عشان ما ياخدش مني سوى على النار، يعني مجرد 10 دقايق بعد ما بيتشرب القعد بتاعه وبطفي عليه على طول، ما بياخدش مني حاجه على النار خالص. انا ابتديت بقى خلصت السلطه بتاعتي اهو. وبعد كده هبتدي بولع على الرز بتاعي يا بنات، وتو ما بيتشرب بهد عليه وبطلع اشوي على طول. زي ما انتم شايفين اهوت انا خلصت. هبتدي بقى اروق حواليا كل حاجه. هتعملي ايه تاني يا ام لينا؟ انا بقى قلت ايه نعمل بقى حبه بتنجان بابا غنوج كده يبقوا يفتحوا النفس ويبقوا كده ايه تغيير عن البتنجان المخلل. انا جبت بتنجانه معايا اهوت ومسكتها، طبعا انا سبت العين اللي فيها دي يا بنات، يعني سبته زي ما هو. وبمسك السكينه وبدي للبتنجانه ضغطها كده بحيث ان هي ما تخش الفرن معايا، يعني ما تفرقعش في الفرن وكده. هتعملي ايه تاني؟ هبتدي بقى اعمل الدقه بتاعت البتنجانه بتاعتي.
انا كده معايا توم ومعايا فلفل احمر وفلفل اخضر، وطبعا هحط له شويه ملح، وطبعا الليمون زي ما اتعودنا. هنبتدي بقى نمسك الدقه بتاعتنا كده، هنحطها في الهون بتاعنا، همسكها بقى ادقها. هتبلها الاول اهوت بالملح زي ما انتم شايفين، وهدقها. هي ما بتاخدش اي بهارات ولا اي حاجه غير الملح. همسكها بقى ادقها كده، وبعد كده هتبلها بقى بالليمون. طبعا عارفين طبعا يا حبايب قلبي ان بتنجان يعني ليمون، الليمون بيدي نكهه جميله جدا للبتنجان. زي ما قلت لكم اهوت، انا بخلص كل حاجه بحيث ان انا اطلع اشوي تبقى كل حاجه جاهزه معايا. هاجي بقى هنا على الرز بتاعي. هنعمل النهارده حبه رز بشعريه تغيير. انا كده معايا حله على النار، نزلت عليها بالزيت بتاعي، وهبتدي احمر الشعريه بتاعتي. خلاص الشعريه بتاعتي اتحمرت وادتني اللون الذهبي اهو اللي انا عاوزاه. هبتدي انزل بالرز بتاعي. ادي الرز بتاعي اهو يا حبايب قلبي. طبعا الرز زي ما قلنا منقوع، مش بياخد اي وقت على النار. هبتدي بقى اظبط له القعد بتاعه كده، وهتبله بالملح، وههد عليه، هسيبه يتشرب القعد بتاعه، وههد عليه على طول. في الوقت ده بقى قلت على ما الرز يتشرب القعد بتاعه، امسك بقى السمك بتاعي كده، اديله غسله حلوه كده وانضفه. انا بقى مسكت الطبق بتاعي اهوت اللي هحط فيه السمك. قلت اغسله بقى قبل ما اغسل بقى السمك بتاعي واحطه فيه. انا بمسك يا بنات زي ما اتفقنا دايما سمكه سمكه تحت الميه، عشان اغسل الراس بتاعتها كويس، عشان السمكه معايا تبقى نظيفه. هبتدي بقى الم الكيسه بتاعت السمك دي، طبعا بتخلص منها على طول عشان ريحه الزفاره في المطبخ. هبتدي بقى اطلع على السطوح. انا بقى طلعت على السطوح وقلت بقى ايه، اغير لكم الجو كده واطلع الفرن فوق على السطح بره خالص، بره الاوضه. فيعني اللي عارفين المثل اللي بيقول من خرج من داره اتقل مقداره، اهو انا عملت كده بالظبط. بعد ما طلعت الفرن بتاعي على السطح، والله يا حبايب قلبي اتبهدلت في التصوير ده. يعني لا كنت شايفه في التصوير، ولا شايفه الكاميرا بتصور. بقيت اقول خلاص ضاع عليا الفيديو، لكن الحمد لله التصوير طلع كويس اهوت. يلا يا بنات ما تنسوش تحطوا اللايك. ده اهوت. انا طبعا حطيت البتنجان الاول في الفرن. ابتديت بقى طبعا الفرن بتاعي زي ما اتفقنا بنشغله قبل ما بنحط السمك بتاعنا فيه، زي ما بنقول كل مرة. قبل ما بنحط السمك بتاعنا فيه بنشغله حوالي 10 دقايق على ما بنتبل السمك بتاعنا في الرد. وبعد كده بنحط السمك بتاعنا في الفرن. السمك بتاعك كبير بنهدي النار عليه عشان يستوي. السمك بتاعك صغير بنعلي النار عليه عشان ما ينشفش مننا في الفرن. زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا البتنجانه بتاعتي في الفرن جوه. كل ما كده بديلها تقليبه، يعني بقلبها زي السمك بالظبط. السمك بتاعي بقلبه كل دقيقتين، بقلبه على الجنب. ليه؟ عشان يستوي من جميع النواحي، ويبقى التحمير بتاعه لون واحد. زي ما انتوا شايفين اهو. انا طبعا كنت طلعت دور وحطيت الدور التاني. زي ما انتوا شايفين بدي السمكه تقليب كل دقيقتين، بدي السمكه تقليب عشان يبقى السمك كله لون موحد. ابتديت اهو يا حبايب قلبي اطلع الدور التاني بتاع السمك. طبعا انا بطلعه على طول، احطه في الدقه او التمليحه بتاعتي وهو سخن. زي ما انتم شايفين اهوت. وادي البتنجانه بتاعتي خلاص كانت كمان استوت، بس قلت كده اديلها تقليبه على ما اخلص التمليحه بتاعت السمك دي. ادي السمك بتاعه يا حبايب قلبي. هاخد بقى البتنجانه بتاعتي هطلعها اهو، بوريكم كمان استوت اهو. انا طبعا كنت مسكتها قشرتها وعصرت عليها ليمون على طول طبعا عشان ما تسمرش مني. وادي الدقه بتاعتي اهوت اللي احنا كنا عملناها. هنبتدي ننزل على البتنجانه بتاعتنا بنقطه من الزيت. وادي الدقه بتاعتي اهو. طبعا احنا متبلين الدقه بتاعتنا بالليمون وبالملح وبكل حاجه. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما روتيننا النهارده خلاص خلص. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم دايما. بحبكم في الله، ما تنسونيش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.